حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين وصفتنا النهارده معانا كشري اصفر زي ما انتوا شايفينه كده. شكله تحفه في منتهى الجمال، ولونه جميل قوي. ومعانا عليه زي ما انتوا شايفين ده بيض وبصل متشوح، ومعانا كمان بتنجان مخلل بطريقه حلوه قوي. زي ما انتوا شايفين اكله شعبيه كده بس طعمها في منتهى الجمال. خليكم معايا لاخر الفيديو وهنعمل مع بعض الكشري بطريقه حلوه قوي وان شاء الله هيعجبك، وكمان البتنجان المخلل. يا رب الفيديو يعجبكم، ويلا خلينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في وصفة جديدة على قناتنا، قناة جرب وصفتي. النهارده حبيب قلبي هنعمل مع بعض وصفة حلوة أوي وسهلة ومش مكلفة، وكمان اكل من البيت يا جماعة. احنا طبعا كل يوم محتارين هنطبخ النهارده، هنعمل اكل ايه، والحيرة بتاعت كل يوم. فاحنا هنعمل مع بعض النهارده باذنجان مخلل بطريقة حلوة قوي، وكمان هنعمل معاه كشري اصفر بشكل جديد وبطريقه حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. مش شرط ان احنا يا جماعه علشان السفره تكون حلوه لازم تكون مكلفه، لا، ممكن من اقل حاجه بتقدري تعملي اكل كويس وشكله حلو، وفي نفس الوقت طعمه بيكون اجمل كمان بكتير، وكمان بيخليكي تاكلي فيه اكتر من الاكل العادي. طبعا احنا عارفين البتنجان المخلل ده مفيش غنى عنه خالص في البيوت المصريه، بالذات في الصيف، لان طبعا مع الملوخيه مع الباميه مع الكشري مع اي حاجه بيكون جاهز معانا، وما بياخدش معاكي وقت. انت بتجهزي منه وبتقدري ان انت تحطي منه شويه في الفريزر لو عندك كميه كبيره. مع اي اكل بتحطيه جنبه بيكون طعمه حلو وبيخلي الواحد ياكل صراحه. البتنجان المخلل ده بيكون طعمه تحفه. هنعمله مع بعض بطريقه حلوه قوي وسهله ان شاء الله. خليكم معايا. قبل ما ابدا الفيديو يا جماعه، يا ريت بالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو اول مره تشوفوا قناتي فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالنسبه لحبايب قلبي اللي بيشاهدوا الفيديوهات يا جماعه، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، لان بلاقي المشاهدات نسبتها اعلى من اللايكات. مش هتخسري حاجه لما تحطي لايك، انت هتشجعي اختك وهتفرحيها، وربنا يا رب يهدي الحال ويفرحنا جميعا ويخلينا لبعض. هنبدا كده مع بعض نعمل الوصفه اللي معانا دي. معانا البتنجان اهو زي ما انتم شايفين، انا قطعته كده وغسلته غسله نظيفه. معاكي الحجم الصغير ده، ممكن احجام مختلفه على حسب الموجود عندك، بس البتنجان لما بيكون صغير بيكون طبعا احلى لانه بياخد من التتبيله اسرع. وطبعا عندي شويه كده كانوا كبار هعملهم برده معايا. زي ما انتم شايفين هاخد كده البتنجان هاديله بس فتحه صغيره كده بس علشان خاطر لما احطه في الميه يبدا ان هو يشرب من الملح. حاطه ميه على النار تغلي، هحط فيها شويه من الملح وشويه من الزيت، وهنزل بالبتنجان فيها وهنشوف هنعمل ايه. خليكم معانا. بصوا حبايب قلبي كده الميه غليت معايا على النار، حطيت فيها شويه كده من الملح ومعلقه كده من الزيت، وهبدا انزل معايا بالبتنجان اللي عندي كله اهو، وهغطي عليه واسيبه يغلي معايا شويه لحد لما احس ان هو طري معايا. مش هطريه قوي يعني، بس احس ان هو استوى. وهنبدا بقى نجهز مع بعض كده الخلطه اللي هنحطها في البتنجان، وهنعمل مع بعض الكشري بطريقه حلوه. خليكم معايا لاخر الفيديو وان شاء الله الفيديو يعجبكم. بصوا حبايب قلبي، معانا كده حله على النار، حطينا فيها شويه من الزيت، ونزلت كده معايا بشويه من الكمون وشويه من بودره الزعفران. دي اختياري يا جماعه، بس بتدي لون حلو قوي في الكشري. وجربوا الكشري بالكمون ده يا جماعه، بيظبط طعم الكشري بيخليه طعمه حلو قوي. وحطينا عليه شويه كده من الملح. هنبدا بقى ننزل معانا بالميه. بصوا حبايبي كده نزلنا بقى بالميه على الكمون والزيت وشويه من بودره الزعفران، وهنبدا نغطي بقى على الميه دي تغلي معانا، وهننزل بقى معانا بالكشري. انا غاسله الرز بتاع الكشري يا جماعه ونقعاه، بس العدس ما بحطهوش غير شطفه واحده بس قبل ما بحطه في الميه بتاعه الكشري المغليه دي يا جماعه، عشان العدس يفضل لونه حلو معاكي ما تنقعهوش معاكي في الرز. هغطي على الميه لما تغلي معانا وبعدين هنشوف هنعمل ايه في الكشري. خليكم معانا. صحيح ميه الكشري معايا غليت، ببدا بقى انزل معايا بالعدس اهو زي ما انتم شايفين. اخده بس غسله واحده في الميه اللي موجوده معايا دي، مش عايزه انقع العدس عشان يفضل العدس معايا لونه حلو وتفضل الحبايه ماسكه نفسها كده. انا بحب ازود العدس في الكشري يا جماعه، بيخلي طعمه حلو. هصفي بقى الرز كده وهننزل بيه في الخلطه اللي احنا حطيناها على النار، الميه بتاعه الكشري، وهنشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي كده بعد الميه ما غليت نزلنا معانا بالرز اهو يا جماعه، العدس والرز معانا. ببدا اقلبه بقى كده كويس
زي ما انتم شايفين لون الميه بتاعه الكشري زي ما انتم شايفينها لونها اصفر كده وشكلها حلو اهو. حابه تستغني عن بودره الزعفران وتحطي الكمون بس، بيدي طعم حلو قوي في الكشري يا جماعه، جربوه ان شاء الله مش هتندموا. هغطي بقى عليه لما يستوي كويس، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني معانا على الكشري. خليكم معانا. بصوا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده البتنجان معانا استوى وغلي اهو. هاخده بقى اصفيه وهجهز معانا الخلطه اللي هنحطها على البتنجان المخلل ده. خليكم معانا حبايبي كده. هنبدا بقى نجهز مع بعض خلطه البتنجان المخلل. زي ما انتم شايفين كده معايا توم، ومعايا فلفل متقطع احمر واخضر، ومعايا هريسه الفلفل الحلو اللي احنا عملناها قبل كده على القناه. هنحط الخلطه دي كلها كده في شفشه الخلاط زي ما انتم شايفين اهو. انا طبعا عامله كميه كبيره عشان كده عايزه اعمل لها خلطه برضو تكفيها. وادي معانا هريسه الفلفل الحلو، لو بتحبي الحاجه حراقه ممكن تحطي هريسه الشطه. وزي ما انتم شايفين معايا ده خل اهو. هنزل معايا بشويه كده من الخل حلوين عشان نشغل الخلاط عليهم اهو. لو عندك كبه اعملوهم في الكبه مفيش اي مشكله خالص اهو. هنبدا بقى نخلطهم كده في الخلاط مع بعض، وهنكمل بقى نشوف هنعمل ايه. خليكم معانا حبايب قلبي. دي الخلطه معانا اهي، خلطه الفلفل اللي احنا هنحطها معانا في البتنجان. زي ما انتم شايفين لونها تحفه خالص في منتهى الجمال. هنحط بقى معانا شويه كده من البابريكا اهو، تظبط معانا كمان اللون والطعم. وهنحط معانا شويه حلوين كده من الكمون، وهنظبط الملح معانا. طبعا عايزين الملح يكون مظبوط يا جماعه علشان ما تبقاش دلع معانا. وكمان هنحط شويه كده من الخل، مش كتير لان احنا حطينا خل في الاول. وهننزل بقى معانا بشويه حلوين كده من عصير الليمون اهو. الليمون طبعا مفيش غنى عنه في البتنجان. هعصر شويه كده كويسين اهو. هكمل بقيه عصر كمان شويه من الليمون كده معايا، وهحط كمان معايا شويه صغيرين كده من الزيت اهو. وهبدا اقلب بقى كده الخلطه اللي معايا الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، ريحتها يا جماعه ما اقولكوش. وتظبطي الملح بتاعك، وهنبدا بقى نحشي بيها البتنجان ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. خليكم معايا. بصوا كده يا حبايب قلبي البتنجان معانا اهو زي ما انتوا شايفين استوى كده من جوه اهو. هبدا بقى اخد معايا من الخلطه دي واحط كده في البتنجان اهو اهو يا جماعه. هاخد الكميه اللي معايا كلها اعملها بنفس الطريقه. وباقي الخلطه هحطها عليها على الوش اهو. وهنسيبه طبعا في الخلطه دي شويه لما البتنجان يشرب من التتبيله، وهنشوف هنكمل نعمل ايه. وكمان معانا طماطم، معانا طماطم كمان اهي هنحشيها. قطعناها زي ما انتم شايفين 4/4 كده، وهنحط فيها من نفس الخلطه. بيكون طعمها حلو قوي يا جماعه وتحفه اهي زي ما انتم شايفين كده. هنكمل بقيه البتنجان معانا وهنشوف هنعمل ايه. خليكم معانا. بصوا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين ده شكل الكشري اهو يا جماعه اهو. شكله تحفه في منتهى الجمال اهو. انا حمرت بصلايه كده يا دوبك شوحتها بس في شويه كده من الزيت يا جماعه، وقلبت معاها شويه من الكشري وبحطها معايا على الكشري بتدي طعم حلو قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وزي ما انتم شايفين بطاطس اهي مسلوقه ومحمره، وده البتنجان المخلل اللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتم شايفين، والطماطم المخلله شكله تحفه وحاجه كده تفتح النفس. ومعانا سلطه ومخلل. دي كانت سفرتنا النهارده، بتمنى ان هي تكون عجبتكم. وصفه سهله ومغذيه يا جماعه. ما تستهونوش باي اكل، مش الغذاء بس في اكل اللحوم او الفراخ. البيض فيه بروتين، والبتنجان فيه حديد، والكشري برضو العدس من البقوليات برضو. وطبق السلطه اهم حاجه في الموضوع كله. فزي ما انتم شايفين ممكن نعمل اكل بمكونات بسيطه من البيت ويطلع جميل وتحفه وفي منتهى الجمال، وحاجه كمان كده من الاخر تفتح النفس. بتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، وبتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.